طيب أبو عمار تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله الدكتور سالم وحيا الله الشيخ كمال الحيدري. عفوا إذا نعتذر، أنتم الأخ هشام، أخ هشام من الجزائر. أنا أبو عمار. عفوا الأخ يقول لي هذا هشام. نعم إذا أبو عمار. تفضلوا أخي أبو عمار تفضلوا. نعم. السلام عليكم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياكم الله شيخ كمال الحيدري والدكتور سالم. حياكم الله، بارك الله فيك. عندي سؤال وقبل السؤال استطراق بسيط. نعم. تفضلوا. بالنسبة للاستطراق يتعلق هو ملحق بالسؤال حقيقة، وهو موجه للشيخ كمال الحيدري. ألا تعتقد يا شيخ كمال أن الإمامية بمجملهم إذا أرادوا أن يستدلوا على فضائل أهل البيت أجمعين يذهبون إلى البخاري ومسلم؟ ألا تعتقد بذلك؟ هذا السؤال الأول. يعني ما التفتت للسؤال. لا ما التفتت. يعني شنو أعتقد؟ يعني الآن إذا أراد الإمامية وأنت من الإمامية نعم. أن يثبتوا فضائل آل البيت كما هو الحال في هذا الحديث الشريف الذي أنت تناقشها الآن، فهم يذهبون إلى صحاح المسلمين يقول يثبتونه من البخاري ومسلم فضائل. لا أوافق. لا نذهب إلى صحيح مسلم وصحيح البخاري. يعني كل الأحاديث حتى أستطيع الدخول إلى السؤال الثاني. تفضل يا شيخ كمال. تفضل يا شيخ كمال، كل الأحاديث التي يحاول ترويجها علماء الإمامية في القنوات الفضائية وفي الكتب التي نقرأها كلها تستدل على فضائل أهل البيت من صحاح المسلمين، صحيح البخاري ومسلم، ومن ضمنها الحديث الذي أنت تناقشه. وهذا أظن صعب التغطية عليه. هذه واحدة. فإذا كان الحال هو كذلك فإذا ألا تعتقد أن مناقشة صحة البخاري من عدمه تفضل. ألا تعتقد أن مناقشة صحة ما في البخاري من عدمه يجب أن تكون ما بين كبار العلماء وليس ما بين شخصك الكريم كعالم وما بين عوام الناس المتصلين؟ هذه المقولة تتردد كثيرا أن الشيخ كمال يناقش نقاشا علميا ولكن لا يتناقشه مع العلماء وإنما يتناقشه مع الأصاغر وليس مع الأكابر. طيب وصلت. ممكن أحد يرد. لذلك نرجو منك يا شيخ كمال أن تتنزل قليلا إلى أن تتناقش مع العلماء في القنوات المطروحة حاليا صفا على سبيل المثال. طيب شكرا. لا لأنه الوقت ضيق. نعم شكرا. بلا مداخلة لأنه أريد أجيب لأنه وقت لا يوجد. تفضل. أخي العزيز، أولا بأنه عندما أنا أستند إلى صحيح، أولا لا أكتفي بصحيح البخاري ومسلم حتى تقول لي بأنه صحيح. أبدا أنا لا أعتقد بأن كتب الحديث عند مدرسة الصحابة ينحصر أمره في صحيحي البخاري ومسلم، بل بخاري ومسلم. وأنا عندما أحتج بهذين الكتابين وبغيرهما لا باعتبار أني معتقد بصحة ما ورد فيه، بل من باب ألزمكم بما ألزمتم به أنفسكم. أنتم الذين اعتقدتم أن هذه أصح الكتب بعد كتاب الله، إذن لا بد أن تلتزموا بما التزمتم به، أو تقولوا لا نلتزم بصحة كل ما ورد في هذه الأحاديث. هذه أولا. وثانيا أن هذه الأحاديث، أن المشاهد الكريم يعرف لسنين أنه الفضائيات الأخرى دخلت وتكلمت وحاولت أن تشوش على عقول الناس وعلى أذهان الناس، وأنا كنت ساكتا لا أتكلم. ولكن عندما وجدت أن القضية لا يكتفون بهذا وإنما بدأوا يدلسون، أنا أردت أن أبين الحقائق. هذه ثانيا. وثالثا أن خطابي ليس موجه إلى عموم الناس فقط، بل هو موجه إلى العلماء أيضا بالإضافة إلى عموم الناس. ورابعا أجبت على هذا السؤال، وهو أنني لماذا لا أناقش البعض. بيني وبين الله إلى الآن لم أجد على فضائياتكم التي
ذكرت بعض أسمائها، لم أجد عالما، أقسم بيني وبين ربي لم أجد عالما، وإلا بينك وبين الله أنت رجل الآن كلام منطقي ومستدل ومؤدب ورزين سمعته منك. انظر إلى هذه الفضائيات، هل يوجد عندها غير الأقراص التي يخرجونها لفلان وفلان؟ أرأيت لمرة واحدة أن يخرجوا لك كتابا علميا كما أنا أخرج لك من مسند الإمام أحمد، وأخرج لك من لسان الميزان، وأخرج لك من سنن الدار قطني، وأخرج لك من مجموعة الفتاوى، وأخرج أنت دلني على مثل هذا العالم، عند ذلك لكل حادث. أعتذر لكم سماح سيد وللإخوة جميعا الانتهاء. شكرا لكم. معنا أخ سيد من السعودية، تفضلوا. سيد من السعودية تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. كيف حال المشايخ؟ حياكم الله، تفضلوا. والله لي تعليق بسيط بس لو سمحت. طيب تفضلوا. والله ان الشيخ الحيدري الان يطرح شبهات على، ونحن عامة لا نفهم شيء سواء شيعة او سنة. طيب. فلماذا بهذه الشبهات وهذه الآراء التي يراها صحيحة لماذا لا يذهب وينظف شيخ جليل مثل الشيخ عدنان؟ يعني أخي الكريم شكرا لكم. هذا الكلام المكرر الذي ليس لكم يظهر كلام آخر تقولونه، سبحان الله، وكأنه ليس لكم كلام ولا حجة. طيب. إذا أراد من أراد فليتصل، ما في مانع، البرنامج مفتوح، الوقت موجود، فليتصل من يشاء، من يريد. ولماذا يخص بها شخصا ويخاطب بها الجميع؟ الحديث ما موجه أخي العزيز إلى شخص معين حتى أنه فلان أو فلان، ليس الكلام، وإنما حقائق نضعها بيد أهل التحقيق. أنت من العوام لا تفهم، لا تسمع البرنامج، مو مضطر تسمع البرنامج أخي العزيز. احنا هذا كلامنا، ونعتقد أنه كثير بل مئات الآلاف بل الملايين من المسلمين ومن المثقفين والأكاديميين وأهل العلم يفهمون ما نقول. هسه أنت لا تفهم، لا تسمع إلى هذا البرنامج.